حماد. محمد صبري. كفاية. اهلا بيكم معانا. يا ترى انتوا شايفين ازمه السياحه ممكن تتحل ازاي دلوقتي؟ احنا ممكن نعمل ان احنا نحاول ندي الفكره حلوه للاجانب او السياح الكبار للمتحف المصري وكده. نحاول نديهم فكره كويسه عن بلدنا، ونحاول نوريهم ان احنا مهتمين بالسياحه بتاعت بلدنا اكتر ما هم مهتمين بيها، ونحاول نجدد ونعمل متاحف جديده ونجمع الاثار وكده يعني. انا شايفه انكم مجموعات وانكم بتتكلموا مع السائحين وكده. يا ترى انطباع السائحين انت شفت ايه انطباعهم النهارده؟ يعني انطباع كويس جدا بالنسبه للمعامله مع المصريين، والمعامله مع المصريين بالنسبه لهم يعني معامله كويسه جدا. نشوف مصر، احنا شايفين مصر اللي هي جنه من الاثار والجو الجميل والشعب الطيب اللي بيحب السائحين. دوركم ايه انت دلوقتي؟ هو يعني اهم حاجه دلوقتي دور الاعلام انه يركز شويه على السياحه ويتجنب يعني جميع يعني اغلب المشكلات، ويركز شويه على السياحه، لان دلوقتي الاعلام يعتبر مالك كل حاجه. ان الاعلام مش مدي السياحه حقها فعلا في مصر وكده، يعني مش مدين للسياحه حقها، ومش بنعمل حاجات توري للسياح وكده ان احنا عندنا اثار تستاهل ان هم يجوا يزوروا. كشف السلبيات باستمرار ده ممكن يخوف السائح. ايوه صح. هو يعني هو الاعلام بيركز على الفساد بس، وطبعا اي دوله فيها فساد وفيها ميزات، فاحنا عايزين بس الاعلام يعني يشوف ميزات مصر، وهي طبعا ميزات مصر كثيره جدا. ولو هو يعني كل مثلا يوم كده، كل اسبوع مثلا يجي قناه معينه وتيجي هنا تعمل زي اللي حضرتك كده بتنفذيه. الحقيقه انا فخوره بيكم وسعيده بوجود شباب زيكم في عمر الظهور. انت عندك كام سنه؟ 15 سنه. 15 سنه. كام في اعداد؟ في اعداد. ما شاء الله عليكم. انا سعيده بيكم جدا النهارده. انتوا في رحله داخل المتحف المصري، وانا شايفه يعني بعض السائحين اللي موجودين مهتمين كمان بوجودكم، مش بس انتوا اللي مهتمين بيهم، هم كمان مهتمين انهم يتكلموا معاكم. بنحاول نديهم صوره كويسه عن ان احنا موجودين بنزور اثارنا وبنهتم بقديم وتاريخنا وكده، وان شاء الله يبقى في مستقبل كويس في مصر ان شاء الله. انتوا بتدخلوا على النت وبتكلموا شباب من الغرب ومن العرب؟ تمام. بتوصفوا لهم ايه عن مصر؟ بنحاول، انا عن نفسي بحاول اقول لهم ان مصر بلد فيها امن وكل حاجه، ويعني مش متحضره جدا زي عندهم وكده، بس احنا بنحاول يعني نسبق الثقافات الثانيه وكده، وان شاء الله لو تعاوننا وكل واحد عمل اللي عليه كده في مصر ان شاء الله البلد تبقى كويسه جدا. انا عن نفسي يعني بتكلم عن حضاره مصر، وبحمسهم ان هم يجوا يشوفوا الحضاره دي ويعيشوا في وسط المصريين ويشوفوا حضارتهم. بنحاول نصحح لهم الانطباع اللي هم خدوه عن مصر بعد الثوره، وان مصر دي ما فيهاش امان والكلام ده كله. لا، احنا بنحاول نصحح لهم ان احنا خلاص هنتقدم يعني، ونوريهم ان مصر برضه فيها حاجات جميله جدا. الحقيقه انا بشكركم جدا، وبتمنى لكم زياره سعيده النهارده للمتحف، وانا شايفه الناس يعني في انتظاركم، فايه هتروحوا بقى توضحوا لهم كل الحاجات الجميله اللي انتوا اتكلمتوا عنها. شكرا. احمد حامد. بشكرك يا احمد. محمد صبري. ومحمد مصطفى. الف شكر لكم. استاذ عماد مهدي، الحقيقه يعني انا بشكر حضرتك انك اقترحت ان احنا نبدا بالشباب الاول في فترتنا قبل ما نتكلم مع بعض. طيب حضرتك استاذ عماد تقدر تقول لي يعني طبعا بنستفيد من اراء الشباب جدا، وخصوصا دلوقتي كل العولمه بقى ان كل حاجه على النت، وبقى في اتصال بينهم وبين الشباب في الخارج، فكون هو يشعر الشباب في الخارج بالطمأنينة وبالهدوء وحاجات كثيرة بيحبها السائح، ده شيء جميل جدا. اكيد طبعا. انا بصراحه يعني فخور جدا بالشباب، وده المستقبل، ده الجيل اللي جاي يعني. ده بلد دي ما تخافش عليها بالحقيقه يعني. الشباب الجميل ده 15 سنه وشوف على ذلك الاطفال، وانه شايف يعني بيدرس دور الاعلام. يعني شايف ان الاعلام مهم جدا، وان احنا ما نحاولش نصدر المخاوف اللي دايما على الشاشات، محارب الارهاب محارب الارهاب. لا، لازم نسلط الكاميرات والاضواء على الايجابيات البلدنا. يعني دي مصر الحقيقه اللي بيزورها بيكتشف عالم من العجائب يعني، والمعنى الحقيقي للمتعه والاسترخاء في احضان شعب بيحب الحياه وبيكرم الضيف. يعني عندنا جنه من الاثار المصريه القديمه المبهره، عندنا كل حاجه، جبال وشواطئ رمليه وطبيعه خلابه، وخصوصا في فصل الشتاء يعني. اكيد. بص حضرتك، كل مقومات السياحه متوفره في مصر، يمكن لا توجد اي مكان في العالم تتوافر فيه كل مقومات السياحه. يعني عندنا السياحه الشاطئيه، السياحه العلاجيه، السياحه الدينيه، عندنا كل انواع السياحه، سياحه السفاري. يعني اتمنى بقى ان احنا نشبع الافكار ونخرج بره الصندوق، يعني تعالوا نفكر بقى خارج الصندوق ونطرح الافكار الجديده. يعني احنا ليه ما بنفكرش في السياحه المصريه؟
يعني احنا بنشوف مثلا في اسبانيا مهرجان الطماطم بيجوا له ملايين السياح. يعني الطماطم احنا مش هنتكلم بقى في التفاهات دي، ده احنا عندنا تراث رائع في مصر القديمه. ده احنا لو عملنا بس مهرجان للزي لمصر القديمه عبر العصور المختلفه هيبقى مهرجان رائع هيلفت انظار العالم كلها. يعني لازم نفكر في حاجه كده. عندنا نهر النيل، ليه ما نعملش مهرجان نيلي بالمراكب النيليه بالتصميمات القديمه؟ نبدا برضه يعني هتبقى جديده للعالم. نبدا ان احنا تحت مهرجانات وثقافه المهرجانات ديت. يعني البرازيل بتعمل سياحه سنويه عندها بالمهرجانات دي، بيجي ملايين من السياح. فانا اتمنى ان احنا النهارده نهتم جدا بالموضوع ده، استغلال سطح الهرم. يعني احنا بنعمل حفلات في سطح الهرم، لا لازم يكون استغلال امثل من كده. ليه ما يكونش سطح الهرم ده متحف مفتوح؟ ليه ما نجيبش الاثار القطع مثلا المتوسطه والصغيره ونبدا نعرضها للاجانب؟ طب الافكار الجميله دي كلها يا استاذ عماد، والافكار اللي قالوها الشباب من تواصلهم مع الشباب الاجنبي، ممكن تتقدم لمين ولا ممكن مين ينفذها؟ والله حضرتك المفروض وزاره السياحه ووزاره الاثار يبقى في تضافر لجهودهم مع بعض، ان هم يبداوا يجمعوا الافكار دي كلها. نعمل بنك الافكار التنمويه ونبدا. الشباب عندها افكار جميله جدا زي ما حضرتك اشرتي. الشباب النهارده والعصر السوشيال ميديا وهم اكثر ناس متصله بالغرب. يعني الشباب اللي احنا مهمشينهم دول اكثر ناس متصله بالغرب واكثر ناس مؤثره. واكثر ناس مؤثره. لازم ان احنا نستغل طاقه الشباب ديت. يعني احنا دلوقتي في فتره الافكار للترويج للسياحه، وطبعا الرد على ما يحدث داخل مصر، وكل الشباب الحقيقه بيقدموا ابتكارات ومقترحات لترويج السياحه في الداخل والخارج لشرم الشيخ والغردقه والاقصر واسوان. كل مكان الحقيقه محتاج ترويج سياحي. اكيد. والشباب زي ما بقول لحضرتك دور مهم جدا. يعني لو كل شاب مثلا كلم 5 من اصدقائه الغرب ودعاهم لزياره مصر، ومع يعني يبقى في تنسيق ما بينه وما بين وزاره السياحه ان هو ياخد تخفيض للناس ديت، وفي المقابل ان هو يتفسح على حساب الدوله كمان. في حاجه مهمه قوي، موضوع السياحه الداخليه. ويعني بنلاقي لما السياحه تهدى كده شويه الخارجيه يبقى ده دور بقى السياحه الداخليه انها لان طبعا قطاع السياحه قطاع كبير جدا بيشتغل فيه ملايين الشباب، فلازم يعني احنا نحافظ على هذا المستوى. بص حضرتك الازمات دايما يعني ما بتبقاش نتيجه فشل، لا دي بتبقى دافع كويس جدا للنجاح. يعني احنا لازم نستفاد من هذه الازمه، ان احنا بقى نبدا عمليه الافكار الجديده، نخرج بره الصندوق التقليدي ده. لا الاجنبي بيحب كل ما هو مبتكر وبيحب كل ما هو جديد. يعني لازم ان احنا نعرض له عرض متحفي باسلوب جديد يتواكب معاه. يعني لما بنتكلم على سطح الهرم، ليه ما نعملش تلفريك ما بين ابو الهول والهرم، ويقدر الاجنبي يشوف ابو الهول والهرم من زوايا مختلفه مرتفعه. يعني دي افكار برضه لازم ان احنا نخرج بره الصندوق ده، ونبدا بقى ان احنا الاجنبي بيحب التطور، بيحب التجديد. في مبادرات يا استاذ عماد، مبادرات للمواطنين المصريين للسياحه بالمناطق الاثريه في حركات يعني قدمت افكار. في افكار كتير جدا على الفيسبوك. الشباب مقيمين في الخارج بتدشن يعني دعوات لترويج السياحه وعوده السائحين لمصر. وطبعا احنا لازم نستفاد من المصريين المقيمين بالخارج. انا قريت عن شباب مصر بالخارج، حركه شباب مصر بالخارج، وده شنت مبادره زوروا مصر سياحه بلد. بالظبط، دي مبادرات كتير جدا. وعايز اقول لحضرتك ان المصريين المقيمين بالخارج من سفراء مصر في الغرب. طبعا احنا ليه ما نستغلش ده ويتعمل معارض برضه مع تنسيق مع السفاره المصريه في الدوله المقيمين فيها، ان يتعمل كرنفال برضه كده، عرض ازاي المصري القديم الجميل دوت، ونبدا نعمل دعوات لزياره مصر، معرض صور في السفارات في الشوارع. واخده بال حضرتك؟ يبقى ده ترويج برضه للسياحه. احنا بنلاقي كمان المشاركين في المبادره مش بس شباب في عمر الظهور زي اللي قابلناهم، لكن كمان بيبقوا نخبه من الاساتذه ورؤساء الجاليات المصريه باوروبا وغيرهم. ده دور مهم جدا ليه. اكيد لازم كلنا نتعاون ان احنا ننقذ مصر من الازمه اللي فيها دي. مش هنعتمد على دوله او دولتين مثلا يعني اجل رعاياها او السياحه، لا احنا عندنا البديل. ولازم برضه نبص لجزئيه ثانيه، السياحه العربيه. يعني ليه ما ندورش برضه في افريقيا؟ السياحه العربيه والسياحه الافريقيه طبعا. لازم نركز بقى في ديت. يعني واخد بال حضرتك عندنا السياحه الدينيه في منطقه سينا، مجمع البحرين، عيون موسى، طريق النبي موسى، طريق الرحله المقدسه. نعمل بقى استقطاب للعرب المقيمين في الدول المجاوره ديت. بالظبط. وبنقول كمان المصريين اللي في كتير ما يعرفوش حاجه عن بلدهم وعايشين بس لمجرد ان هم في مكانهم بس ما بيتحركوش ما بيروحوش. لا جات لنا الفرصه ان احنا نشوف كل حاجه في بلدنا ونسافر ونروج للسياحه بتاعتنا. مظبوط. ودي دعوه بقى للفنادق يعني المواقع السياحيه ان هي تبدا تخفض للمصريين في الفتره ديت، وان احنا نبدا نعمل عمليه جذب للمصري بالداخل. يعني ان احنا فعلا المصريين محتاجين
محتاجين يتعرفوا على بلادهم. ورحلات السفاري برضو، في رحلات شركات سياحيه كتير جدا تبدا تعمل برامج، ويبدا الاعلام يساعد يعني بدون اجر حتى، يعني اعلانات لشركات كذا كذا، وتبدا البرنامج بتاعها ويكون مخفض، يبدا المصريين عن طريق الشركات، القطاع العام والقطاع الخاص برضو يبقى في برضو اتصال وتنسيق ما بينهم وما بين وزاره السياحه، ان تعالوا احنا الشهر ده هناخد منكم مثلا من الشركه كذا فوق وهكذا، ويبدا تعمل عمليه تنسيق ما بين وزاره السياحه تتميز بفصل الشتاء الحقيقه، يبقى رائع والشمس جميله. النهارده جو جميل وكل يوم في الشتاء الحقيقه جميل. ف يعني يا ريت نستغل هذه الفرصه. يعني مره ثانيه نقول بكلمه اخيره، السياحه المصريه والسياحه الداخليه والعربيه نقدر نقول هي الحل الامثل للازمه العابره اللي بنمر بيها دلوقتي. مظبوط، ومصر بخير وهتفضل بخير، واحنا طبعا عندنا البدائل كتير جدا، بس لازم ان احنا المسؤولين يستمعوا، ولازم تفعيل الافكار ديت، وان احنا نفعل الافكار، ما تبقاش مجرد بس اطروحات كده موجوده ومحدش بيعمل بيها. لا، لازم الدوله، ده دورك النهارده دوله، ان انت تفعلي دوت، ولازم تهتمي بالشباب وبلاش تهميش الشباب، لان هم دول المستقبل ودول عندهم افكار جميله جدا، والناس دي على اتصال بالغرب اكتر مني كدوله. واحنا مره ثانيه بنقول لكل الشباب اللي سمعنا اللي عنده افكار جميله يقدر يخاطب بيها السائحين ويقدر يخاطب بيها الغرب، انه ممكن يقدمها لوزاره السياحه مثلا، او يقدمها لاي مكان اخر. وزاره الاثار، وزاره الشباب والرياضه تتبنى طبعا بطرح بنك للافكار التنمويه، ان يخصص برامج الشباب والرياضه. الشباب احنا عندنا بنك وكل واحد يدلي بافكاره، ويبقى البنك موجود تبع وزاره الشباب والرياضه. ولا مبادره جميله جدا استاذ عماد، واحنا دايما في خدمه الشباب ودايما في خدمه مصر، وان شاء الله كل حاجه هتبقى جميله باذن الله في وقت قريب جدا. في نهايه لقائنا بشكر الاستاذ عماد مهدي عضو اتحاد الاثريين، الف شكر لحضرتك. شكرا يا فندم. والميكروفون يعود الى زملائي باستوديو 16، ايمان نوار الاخراج، احمد امام هندسه اذاعيه، وزميلتي رد الجرداوي بالاستوديو. الى اللقاء. في مصر الحضن اللي عاش يكسر بينا الحدود، مسير الغايب يعود وتلمس ايده الحيطان. مصر قريبة وأوان يدوب جواها الغريب، ما بالك وانت القريب اخويا وصاحبي. وانت ماشي في مصر شايف ألف ضحكة بتناديك، وانت ماشي في مصر عارف إنها فرحانة بيك. قولي فين الغربة وانت وسط أهلك مش بعيد، ده الفرح لو زار ديارك يلقى جوه ديارنا عيد، يلقى ساعة الشدة ايد. سلمى يا سلام رحنا وجينا بالسلام، سلمى يا سلام رحنا وجينا بالسلام. نهار وليل مصر الصحية تبارك فينا النوم، تقابل ناس بالمحبة تزيد الشوق يدوم. في مصر تقول متصبح الكل عليك حبيبي يا غالي، لسان الناس بالكلام الحلو ينقط سكر حالي. كل شي فيها طيب، فيها حاضر فيها طيب، فيها يتلاقوا الأحبة وبين قلوب الناس تطيب. نهار وليل